طيب يا عم الخطيب، يا عم الخطيب، الاهلي محتاج تنظيف. هتنظف الاهلي ازاي؟ يا حبايبي الاهلاويه، الاهلي خرج من افريقيا، اقول لك تعالى كده نحسبها مع بعض، خرج ولا ما خرج؟ هو النادي الاهلي ما خرجش لسه، بس ان الاهلي يصعد صعبه جدا جدا جدا. اقول لك بقى ازاي. تعالى بص كده، الاهلي دلوقتي عنده 4 نقط، فاز الماتشين اللي جايين بقى عنده 6. بقى عنده 6 دلوقتي. صن داونز عنده 5 نقط، عنده 10. الهلال عنده 9 نقط. فوز الهلال على صن داونز الماتش الجاي كده خلاص الدنيا اتعقدت والاهلي طلع. يعني دلوقتي الاهلي معتمد على نتيجه الهلال ونتيجه صن داونز. دلوقتي انت صعودك في ايد غيرك زي ما بقول. طب افرض الهلال اتعادل مع صن داونز، دلوقتي هيبقى الهلال عنده 10 نقط مستني الماتش بتاعك. دلوقتي هتبقى المواجهات المباشره كده كده. انت ان شاء الله هنكسب الهلال وهنكسب القطن. انت خسران من الهلال هناك وهو انت كسبان هنا في مصر، فهتدخل بقى على الاهداف. انت لازم تجيب اكتر من هدف، 2 3. بعد كده نبدا نحسب بقى الاهداف. يبقى احنا نخش في حته حسابيه. طبعا لو الهلال كسب خلاص كده صن داونز خلص. طيب يا عم الخطيب، يا عم الخطيب، الاهلي محتاج تنظيف. هتنظف الاهلي ازاي؟ يا ريت انت تنظف نفسك بنفسك وتمشي، لان كده كفايه. الاهلي مش محتاج اداره ضعيفه، الاهلي محتاج اداره شديده، اداره ما تكونش بخيله، اداره ما تكونش بخيله. دلوقتي انت بخيل انت وادارتك، لما تروح تجيب لي اللعيبه كاس بفلوس كاس بالفايده الفكه اللي عندك، يبقى انت اداره ضعيفه. الاهلي محتاج تنظيف. النادي الاهلي محتاج تنظيف. نص ملعب النادي الاهلي ده عايز يفضل قندوسي خسارة العاب والباقي كله يمشي، كله يمشي. ايه ده؟ عايزين مهاجم. كنا الاول بنقول عايزين مهاجم، دلوقتي بقينا بنقول عايزين صانع لعب، بقينا بنقول عايزين باك شمال، بقينا بنقول عايزين مدافعين، عايزين فريق كله. الحارس يحسس الشناوي ان في حد بهدده، ان ممكن الشناوي يبقى دكه. مش هنفضل كده، احنا عايزين صفقات. فك الكيس شويه، سيبك من البخل اللي انت فيه. كفايه كده كلام، لسه هنتكلم. طول ما انت مش هتعمل هنفضل نتكلم. يلا سلام.